دي حرب وحرب كبيرة، بس انت لوحدك ممكن تعمل فرق. في شوية حاجات ممكن لو عملناها نساعد ولو 1% في اللي بيحصل ده. اول حاجة ندرس تاريخ يا جماعة، يا ريت الاجيال الصغيرة بالذات نعرفهم التاريخ الصح، نعرفهم ايه اللي كان بيحصل من سنين، لان مع السوشيال ميديا ومع غسيل الدماغ ومع اللي بيحاولوا يوصله لنا، في اجيال ممكن ما تعرفش اصلا ايه اللي حصل، وبالنسبة لها فعلا حق كل واحد مات بجد هيضيع. تاني حاجة الحرب الإلكترونية، سواء عندك 1 فولور أو ملايين من الفولورز، ممكن الواحد ده يفرق معانا. لازم تسبورت القضية وتوضح وجهة نظرك بستوريز، بريلز، بفيديوز، وعشان الالجوريثم ما يبص خالص انت محتاج تنزل في النص حاجات ملهاش علاقة بالموضوع. لازم تنزل سيلفيز، تنزل أي صور تانية ملهاش علاقة بالموضوع وصور ليها علاقة بالموضوع. فهي بلان احنا هنمشي عليها كلنا، وده اللي نقدر نعمله. زي ما احنا مش قادرين نمسك سلاح ونحارب معاهم، فدي المحاربة بتاعتنا. هنمسك الموبايل بتاعنا وهنحاول نابديت كل اللي بيحصل ونوري العالم ايه اللي بجد بيتم هناك. تالت حاجة التبرعات، جنيه بيفرق. انت ممكن من الموبايل اي باي او من على اي مؤسسة خيرية عاملين كلهم الهوت لاينز بتاعتهم، تبعت بس كلمة غزة خلاص بيتم التبرع وانت قاعد بجد في اقل من ثانية. طبعا انفولو وريبورتس كتيره جدا لاي اكونت بيسبورت الكيان الصهيوني. جماعه في اكونتس اتقفلت، ده معناه ان لو واحد زياده عمل ريبورت او عمل انفولو بيأثر، فما تستهونش بانك كشخص ممكن تعمل فرق. ايا كان المعضله اللي في حياتنا فربنا قادر على كل شيء، فاحنا نحاول ندعي يا جماعه على قد ما نقدر، وبجد دعوه من شخص معين ممكن دي هي اللي ربنا يستجيب ليها.